السلام عليكم الاخوات، كيف نتوما؟ مزيانين بخير. المهم بغيت نبارطاج معكم واحد المعلومه، واحد المشروب سحري اجبرتوني في الخدمه، وبحكم سولتني واحد لا باسيونت ديالي يلاه ساليت معها دابا. قلت علاش لا ما نستافدوش كاملين. قالت لي شنو هو السر ديال النضاره ديال الوجه ديالك؟ هانتوما البنات انا ما عامله لا فلتر ولا حتى شي حاجه، ما كاين لا فلتر ولا والو. المهم واحد المشروب غزال 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 على البنات، بغيت نبارطاجيه معكم لوجه الله تحافظوا عليه. كيحافظ لنا على الهدوء، وكيحافظ لنا على النضاره ديال الوجه ديالنا. الصراحه انا كنجبر عليه، كنشرب منه واحد الكويس. المهم باش ما نطولش في الفيديو، شنو هو هذا المشروب؟ هذا المشروب هذا كيتعملوا فيه تقريبا شي 8 ديال الاعشاب. عندنا اختي كنستعملوا الورد البلدي والبابونج، وعندنا شويه ديال القرنفل والكركديه، وعندنا حبه حلاوه، وعندنا كذلك القرفه، وعندنا اللويزه، وباقي لي وحده، وعندنا حبوب الهيل. هادو كتعملوهم يعني كتغليو الماء حتى كيغلى، ومن بعد كتعملوهم شويه شويه منهم في واحد الكويس، كتضيفوا عليهم الماء مغلي، ما كتغليوهمش باش ما كتمشيش المنافع ديالهم. داك الماء كيغلي كتضيفوه على هاد الاعشاب هادو، كتخليوه يفتر. ولا بغيتو تحليوه بشي شويه ديال العسل البلدي لا عندكم ما احسن. ما عندكم شي العسل البلدي حاولوا تشربوه هيداياك، يعني حاولوا ما تبعدوا على السكر الابيض، انا كنقول له السم الابيض. وهذا هو اللي جيت نبارطاجي معكم بحكم سولاتني السيده هذا الشيء. علاش؟ باش هو كذلك كيحافظ البنات حتى داك هرمون الكورتيزول ما كيبقاش يطلع لنا بزاف. هرمون الكورتيزول كما هو معروف يعني هرمون التوتر او القلق، وكذلك كيحافظ لنا على انتاج، كيساعدنا على انتاج الكولاجين على مستوى البشره، وكذلك على هرمون الانوثه اللي هو الاستروجين. وهذه سبحان الله العظيم انا يعني هذه التجربه ديالي ماشي ديال شي واحد، والحمد لله كنجبر عليه بزاف، وكيبقى دائما داك السلام الداخلي. وجيت نبارطاجي معكم، قلت قبل ما ننسى، انا يلاه ساليت قبل ما ننسى جيت نبارطاجي معكم لا فيديو. وشكرا لكم البنات. والتساؤلات رانا والله ما نسياكم، اقسم بالله ما نسياكم، غير على الوقت وصافي. انا راه النص ديال البنات راه جاوبت عليه، باقي لي شي اخوات ان شاء الله انا غنجاوب عليهم. وعندي عاود حويجات اخرين يعني تا هما سقساوني عليهم الناس في لا كوتشينغ، وخاصه في تربيه الاولاد. انا غنبارطاجيهم معكم، تسناو لي فيديو.